لا يوجد تناقض بين الدين والعلم، ولا يصح أن يوجد أي تناقض، لأن لا تناقض بين العلم بالله وبين العلم بمخلوقاته. كلما ازددت علما بمخلوقات الله كلما ازددت علما بالله سبحانه وتعالى وبحكمته. والإسلام بالذات دين عقل ودين منطق ودين علم. كان دائما الإسلام متسقا مع كل جديد في العلم. ولكن هناك بعض الناس بيحبوا يفتعلوا معارك ويفتعلوا تناقضات وينقلوا عن السلف أقوال مغلوطة أو فهم مغلوط عن السلف، يبنوا عليه نوع من الرفض للعلم أو تناقضات مع العلم.